مشاهدين مع قمة العاصمة بنرحب بكم. ومعنا النهارده حدث جميل جدا. معنا صورة تجمع بين شعبين الإمارات والشعب المصري مع لطيفة بنت عيسى. قدرت إنها تجمع، وبيسموها بنت الشعب أو بنت الشعبين. قدرت إنها تجمع الصورة للشعبين، فخامة الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد. ومعانا الإعلامية منى صالح، بنرحب بيكي. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. حضرتك طبعا شفت الصورة وجمالها طبعا. شفت الصورة حلوة جدا ومعبرة جدا وفيها ترابط. طبعا الترابط بيننا ده من زمان بين الشعبين، في ترابط كبير من ايام الشيخ الله يرحمه، الكبير الشيخ زايد طبعا. وبعدين هو الشيخ زايد عمل حاجات كتيرة جدا لمصر وشعب مصر، شعب واحد. هو مش شعبين، انا بقولش عليهم شعبين، احنا شعب واحد. الامه العربيه كلها شعب واحد، ويا ريت يبقى في ترابط اصلا اكتر من كده، وان شاء الله هيبقى في ترابط بين الشعوب العربيه كلها اصلا. ايه اللي عجبك في الصورة؟ الصورة أول ما شفتها فرحت بيها، وبحيي طبعا الأستاذة اللي عاملاها والإعلامية الكبيرة اللي عاملاها، لأن الصورة معبرة جدا جدا وحلوة جدا، وهي عاملة ترابط في الصورة أصلا. وبحييها جدا على الصورة طبعا. هي لطيفة بنت عيسى. لطيفة جدا يا أستاذة على الصورة، حلوة قوي. وأتمنى إن أنت تعملي صور كتير جدا للشعوب العربية كلها. شكرا جزيلا. الله يخليك، متشكرة جدا. شكرا. حضرتك شفت الصورة ازاي معانا؟ أنا شفتها وعجبتني جدا، بس جميلة. ايه رايك فيها؟ لا جميلة جدا، وهي إنسانة جميلة، وإنها بتجمع ما بين بلدين. بين مين ومين بقى؟ شفت الصورة على اساس ما بين السيسي والشيخ محمد زايد. الشيخ محمد بن زايد. عجبتك الصورة ايه؟ لا جميلة جدا والله. والله. طب والفنانة اللي رسمتها لطيفة بنت عيسى تقول لها ايه؟ لا هي جميلة وتسلم إيديها بصراحة، هي عظيمة. عارفة العنوان ايه؟ قلب واحد. قلب واحد. هل فعلا الشعبين قلب واحد؟ طبعا. طبعا. انت عارفة ان الشعب الاماراتي مع الشعب المصري من زمان. ايه رايك في الموضوع ده؟ انت شكلك قديمة يعني. لا حاجة جميلة. يعني هل في تعاون بين الشعبين؟ طبعا الحمد لله. لأن الشيخ زايد هنا زرع حاجات كتير هنا في مصر. عمل حاجات كتيرة جدا. صح كده؟ يعني الصورة عجبتك؟ الحمد لله جميلة. والفنانة اللي رسمتها؟ لا اللي رسمتها جميلة وتسلم ايديها بجد. بجد؟ والله. شكرا. رسالة بقى للشعبين. ربنا يوفقهم دايما يا رب، ويجمعوا دايما في الخير. ماشي، شكرا جزيلا. العفو. شكرا جزيلا.